السلام عليكم أحبتي، إن شاء الله تكونوا بألف خير. فيديو تاع اليوم، نقدر نقول لكم توضيحي ولا كان أمور عشتها في الآونة الأخيرة، يعني قبل نهاية شهر جويي، فيما يخص لباس التخرج الجامعي ولا خاص بأقسام السنة الخامسة. وسبق أنكم طلبتوا مني لباس تخرُّج قياس ستاندار. نقول لكم كاين ستاندار بالنسبة لأقسام السنة الخامسة، ولكن ستاندار بالنسبة للتلاميذ اللي جايبين رواحهم، وكاين قياس تانيك ستاندار للتلاميذ اللي يعني ضعاف، يعني هُما قلال في الصحة. فوالا دونك على حسب الخبرة ديالي في هذه الآونة الأخيرة خدمت على حسب قياس الزبونات، استخلصت منهم قياسين نقدر إن شاء الله بإذن الله نحطه لكم في الأيام القادمة بحول الله. كاين ظاهرة أحبتي، حبيت نحكي لكم عليها لأنه أنا عشتها عندي فيما يخص يعني هذا الكلام موجه لأصحاب المشاريع اللي عملوا مشاريع في المواقع التواصل الاجتماعي. حطوا لباس تخرج لتلاميذ أقسام سنة الخامسة قياس ستاندار ب100,000، يعني بثلاث قطع قبعة شال واللباس. واش نقول لكم، كارثة كارثة، بحيث أن بعض أولياء التلاميذ اللي كانوا تحصلوا على هذا الطقم كومبلي، يعني طقم كامل، جابوه لي للمحل باش نقوم بتعديلات، يعني واش نقول لكم كارثة وخلاص. المهم نقول لكم ربي يهديكم، هاد الفئة القليلة اللي عملت هاد الشيء. أولياء التلاميذ ما راهمش راضيين عليكم وكلوا عليكم ربي، هذا واش نقدر نقول لكم. يعني نتوما خيطوا على ما تقنتوش العمل، على الأقل تدو دعاوي خير. المهم فوالا كاين تانيك موضوع واحد اخر خاص بهذوك الجامعيات اللي يعملوا فيرسومون للخياطات باش يخيطوا لهم طقم التخرج، كل وحده يعني واش طلبت. هادوما بعد ما عملوا الفيرسومون استناو الوقت المحدد باش تعمل لهم التسليم. دونك في هذيك السمانه، بحيث يعني على حسب ما يحكوا لي الزبونات ما يحبوش يردوا على الهاتف، وكاين اللي تعمل لها بلوك اكسيتيرا. دونك انا ما فهمتش علاه تخليها دير لك لو فيرسومون من بعد هي تتكل عليك. دونك على بالها بلي هذاك النهار هذاك التاريخ رايحه تسلم اكيد واش طلبت من عندك. كيفاش انتي تبلوكيها وما تعطي لها حتى خبر؟ على الاقل قال ما قدرتش نخيط ولا عندي ضغط ولا باش هي تروح تشوف ايوغ، لانه الجمعيات عندهم تاريخ تاع لا سوتنونس. جاتني وحده غد من داك عندها لا سوتنونس. ايماجين يعني كان ما كانش عندي يعني لي شال ولي شابو كنت حطيتهم خصيصا للجامعيات اللي يديروا لهم اسمهم يديروا قبعات بيرسوناليزي بتقنيه فلوكاج اشو، يعني الطباعه الحراريه هذيك على القماش. قدرت ننقذ زبونه من هذا المشكل. فريمون حطوها في موقف حرج جدا. كيما تكلمت على هذه الفئة اللي ربي يهديها، كاين فئة تبارك الله عليها عندهم اسم كسوا في المواقع التواصل الاجتماعي، داروا يعني سلموا العمل تاعهم الطلبيات بكل مصداقية في وقت محدد، أسعار معقولة، خدمة متقونة، الله يبارك عليهم، ربي يكمل لهم. وأما الفئة اللي كنت هدرتكم عليها، نقولهم ربي يهديهم. علاه كما يقولوا أطفال تاع سنة خامسة بكاوهم وداروا ضغط كبير على الأولياء. واش نقول لكم، حاجة عشتها وإن شاء الله ما تتكررش. هذه هي اللي شافت هاد لا فيديو ماذا بيا تبارطاجيه، لانه علاش كاين ناس تستغل الفرص كيما يناير، الدخول المدرسي، ما على باليش يقول لك باللي اسعار معقوله هكذا، وعند التسليم تلقاي كوارث. دونك حنا نسيو نحاولوا ما نتبعوش هذاك الحاجه رخيصه. قال ما نقدرش نشري حاجه غاليه، علاه؟ لانه كاين واحد مثل يقول لك
اشري رخصو ورمي نصو. دونك حاولي تشري حاجه كما يقولوا، ما نقولوش فريمون رخيصه وغاليه، تكون في متناول الجميع باش ما نحاولوا ما نطيحوش في هذه المشاكل. ويعني كاين اللي يعملوا اونلاين، يعني يبيعوا عندهم متجر الكتروني ماركات معروفه. حاولوا تقتنوا منها سواء لباس تخرج ولا اي حاجه تحبوها، تقتنوها بدون اي مشاكل وخلاص. هذه هي كنصيحه ليا، نصيحه من عندي اليكم. إلى هنا أحبتي نقول لكم باللي وصلت إلى نهاية لا فيديو. نتمنى أني نكون أفدتكم كما العادة نقولها ونعاودها. فيديو هذا يعني ترددت باش نحطه، ولكن أمور عشتها وغادني الحال فرانشمون. غادني الحال بزاف. انا قلت علاش من كاين متابعين لقناتي، معليش فئه قليله تقدر تنصح الامهات ولا تنصح اللي راهم ان شاء الله مقبلين على الامتحانات نهايه السنه، كسوسوا الجامعي ولا الابتدائي. ينصحوهم هذه المجموعه اللي تستغل هذه الظروف باش يعني تجني المال. فوالا هذه هي. نقول لكم دمتم اوفياء لقناتي، وفي امان الله وحفظه.